بعض الكلمات ليست بريئة كما تبدو، خلفها نوايا خفية وسيطرة مغلفة بالحنان. إذا قال لك هذه الأشياء الخمسة فابتعدي فوراً. العبارة الأولى: أنت حساسة زيادة عن اللزوم. هذه ليست ملاحظة عابرة، بل تلاعب عاطفي، محاولة لزرع الشك في إحساسك وفي حقك في التعبير. لا تسمحي لأحد أن يجعلك تشكين في مشاعرك. العبارة الثانية: كل علاقاتي السابقة كن مجنونات. احذري، هذه ليست صدفة، بل محاولة لتبرئة نفسه من كل أخطائه. إنه نمط مكرر وقصة يكررها مع كل ضحية جديدة. العبارة الثالثة: أنا كذا وما راح أتغير. هذا إعلان صريح، لا رغبة لديه في التطور ولا استعداد للنضج. التمسك بهذا الجمود يعني طريقا مسدودا. هل تريدين البقاء في علاقة لا تتحرك للأمام؟ العبارة الرابعة: أنت ما تفهميني. بدلا من فتح باب الحوار، يغلق الباب في وجهك. يريدك أن تصمتي، لا أن تفهميه. هذا ليس شريكا في التواصل، بل خصم في معركة صامتة. العبارة الخامسة: ما راح تلاقين مثلي. ثقة زائفة تخفي حاجة للتملك، حب مشروط بالضعف، وسيطرة مموهة. لا تصدقي من يقنعك بأنك محظوظة به، بينما هو عبء عليك. ارفعي قيمتك فوق كل علاقة تؤذيك. احمي طاقتك من الاستنزاف العاطفي. الحب الحقيقي لا يضعفك ولا يخيفك ولا يشكك بك. أغلقي الباب وافتحي لنفسك حياة تستحقينها. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى وكنت تبحثين عن وعي وقوة وعلاقات صحية، اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة أولاً بأول. وافتحي لنفسك باباً لحياة أوضح وأقوى.